السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير على اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا في الدول العربية، اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا في مصر. سموا بالله وصلوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل رمضان سعيد علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين والعالم كله يا رب. طبعا الفيديو من عند البط، وزي ما قلت لكم الفيديو اللي مشي ذبحنا البط البيوري الفرنساوي، كان عمري 67 يوم. والناس ما تستعجلش على ذبح البط. البط يا جماعه المفروض الريشه بتاعته تشد ريشه. عدى معاك الشهرين، عدى معاك ال70 يوم، قبل ما تذبحي شد ريشه. الريشه دي لو فيها دم يبقى البط ما استواش. الريشه دي لو ناشفه ما فيهاش نقطه دم البط استوى واذبحي. البط استوى واذبحي. البط البيوري الفرنساوي ما ينفعش يقعد زياده عن اللازم، زي ما قلت وما زلت بقول. هتسيب البط بعد ما بيشيل منك وزنه، ولو انت كبرت دماغك مش متابعه البط في وزنه، او مش متابعه البط بتشد منه مثلا ريشه، بتشوف الريشه نشفت من الدم ولا لا، او سبتيه بعد ما بيشيل الوزن بيفرغ. فلازم البط البيوري الفرنساوي ده من بعد الشهرين لازم تتابعيه، لازم تتابعيه شوف الريشه نشفت ولا ما نشفتش، عشان لو نشفت لازم تذبحيه على طول عشان ما يفرغش منه. البط ده مشكلته ان هو له مده معينه تذبحي فيها، وقلت قبل كده في فيديوهات كتير الكلام ده. لكن البط الار 41 المسكوف اللي قدامكم ده هو والبلد الحر اللي هو البلد السوداني بتاعنا، دي سيبيه زي ما انت عايزه. من عمر 4 شهور تبداي في الذبح. عايزه تسيبيه